دلوقتي هنتكلم عن موضوع الحج والصيام. ليه مرتبطين ببعض؟ الاتنين على فكرة يا جماعة، فاكرين لما قلنا ان الدين فيه الشريعة وفيه الطريقة وفيه الحقيقة. الشريعة، هنتكلم عن الاسلام لان دي الخلفية اللي انا جاي منها. الشريعة هي مش الفكرة في العبادة او الفكرة في الشريعة ان هي تكنيكس، هي وسائل لتنظيف وتقوية الطاقة، اما مسارات الطاقه او الشكرات او الطاقه بتاعت الاجسام السبعه او طاقه الطواف. يعني كل حاجه في العبادات هي وسيله او تكنيك معين لتقويه المسارات دهيت او تقويه الطاقه دهيت. تمام. احنا قلنا الشهاده بتقوي الشكرات السبعه، وقلنا الحجاب والغسل برضو الحجاب بيخلي الطاقه تطلع من تحت لفوق. لما الواحد بتلبس الحجاب بتقوي الشكرات بتاعتها، تخليها تطلع لفوق. وقلنا ان الغسل برضو بيلم طاقه الذكر بتاع البني ادم. وقلنا ان الصلاه الاجسام السبعه من السابع لغايه الجسم الاولاني، وبرضو بتقوي الشكرات السبعه. تمام. فكل العبادات هي في الاصل هي تكنيكس او زي تمارين بتقوي مسارات الطاقه وبتقوي الشاكراز بتاعت الجسم. تمام. فعشان كده كنت بقول لو الواحد عايش الحقيقه دي، ما العصافير والحيوانات مش يعني بتصلي بطريقتها. طب ايه هي طريقتها؟ ليه مش بتصلي بالطريقه بتاعت الاسلام ومقبوله منهم؟ لان هم بالفطره مساراتهم مفتوحه وطاقتهم مفتوحه والحيوانات عندها تشاكرات، بس احنا البني ادم اللي ربنا اصطفانا لان احنا عندنا تشاكرات مش عند الحيوانات اللي هي موصوله بربنا، اللي هي الروح اللي ربنا نفخنا فينا منه. تمام. فحتى الصلاه، لا سوري، حتى الزكاه والحج دول برضو تكنيكس او طرق لتقويه المسارات بتاعت الجسم. ازاي؟ احنا في الحج لما بنلف حوالين الكعبه بنلف 7 مرات حوالين الحجر الاسعد، وفي الصفا والمروه. ف الحج والصيام الاثنين بيقووا طاقه السبايرال، الطواف بتاعه القلب وهو بيضخ. القلب مش مجرد عضله، القلب هو البطاريه او هو المغناطيس بتاع الجسم اللي بيقوي كل الطاقه بتاعه الاجسام السبعه دي كلها. وفي القلب في القوه بتاعه اسماء الله الحسنى كلها، كل الاتريبيوتس بتاعه ربنا. هنشرح الموضوع في حلقه ثانيه، الاسماء الله الحسنى والذكر. تمام. بس القلب هو مصدر الطاقه دي كلها. فالحج والصيام بيقووا طاقه الطواف بتاعه القلب ده. ازاي بقى؟ لما الصيام هو تقويه او التمرين اللي بيقوي الطواف من الداخل، والحج هو التمرين اللي بيقوي طاقه الطواف من الخارج. فاحنا بنلف حوالين الكعبه 7 مرات، وبعدين بنعمل الصفا والمروه برضو 7 مرات. الطواف بيقوي طاقه الطواف، والصفا والمروه كانه بيأكد على التقويه ده، بيحفزها زياده او بيأكد على قوتها زياده. والصيام احنا لما بنصوم كانه من الداخل. الصيام عامل زي المغناطيس برضو. ازاي؟ لما الواحد بيجوع، احنا لما بنصوم ليه في الاسلام ليه بنصوم من الفجر للمغرب؟ الشمس وهي بتشرق، كل ما الشمس موجوده دي طاقه صعود، طاقه روحانيات انثى. تمام. والاكل لما البني ادم بياكل هو طاقه هبوط، فالاكل بينزل لجسمنا. فلو الشمس طلعت واحنا بناكل، فطاقه الصعود بتنزل بطاقه الهبوط بتاعه الاكل، فما بيبقاش فيه روحانيات. لكن احنا لما بنبقى مع طاقه الشمس بنوقف الاكل، احنا كده بنساعد طاقه جسمنا ان هو يبقى فيه روحانيات ويعلى. دي اول حاجه. تاني حاجه، الاكل لما كل ما تمتنع عن الاكل وتجوع، تحس ان انت عايز تاكل، او جوعان، ده في حد ذاته ده عامل زي المغناطيس، كانك بتسحب الطاقه. فانت لو عايز ربنا يستجيب لك دعوه او عايز تطلب من ربنا حاجه وتبقى صايم، الصيام في حد ذاته كانك بتجذب، كانك انت المغناطيس بتاعك بيجذب الحاجه اللي انت بتدعيها دهيت. تمام. وفي رمضان بالذات، لان في رمضان الترتيب الفلكي للكواكب والنجوم بيخلي طاقه الارض في صعود فظيع. تمام. وخصوصا في رمضان ال 30 يوم، ان اول 21 يوم من رمضان انت عمال تقوي الطاقه، تقوي الطاقه، تقويها جامد. في اخر 10 ايام اللي هي ليله القدر دي تبقى خلاص جسمك تشبع بالطاقه، فساعتها الدعاء مستجاب، كن فيكون. يعني انت الطاقه بتاعت البني ادم تبقى قويه جدا ساعتها. تمام. فهو ده فكره الصيام. الصيام انت بتسحب الطاقه دهيت وبتقوي طاقه السبايرال جوه القلب،
والحجاب والحج نفس الكلام، انت بتطوف حوالين الكعبه فبتقوي طاقه الطواف بس من الخارج. تمام. بس فزي ما بقول الدين كل الشريعه الفكره اللي فيها هي تمارين تقويه الطاقه وفتح المسارات وتوحيد الاجسام يعني. اظن فهمنا الفكره. فانا لما كنت بشرح في السيزون الثالث العلم بتاع الميكروبيوتكس بطريقه علميه بحته من غير ما ادخل معاه الدين، انا كنت بحط الفاونديشنز اللي الناس تبقى فاهمه بيها لما اجي اتكلم في الدين انا قصدي ايه بالكلام ده كله. تمام.